السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غندير لكم الوصفه ديال الشباكيه بلا خميره، هي اللي كنت سبقت درت لكم في العام الماضي وطلبتوا مني اني نعاودها لكم بالصوت. وفاش غيقرب رمضان ان شاء الله غادي ندير لكم الوصفه ديال الشباكيه العاديه، ونتمنى هذه الوصفه هي تعجبكم حيت كتجي هي هشيشه وزوينه. اللي بغى المقادير بالصوت غادي نديرهم في النهايه ديال الفيديو. غنخليكم دابا مع المقادير والطريقه. في الاول غادي ناخذ شويه ديال النافع وغادي نطحنوه مزيان حتى يولي غبره، غادي نغربلوه وناخذ منه المقدار تاع 2 معالق كبار ونحطوهم على جنب. ناخذ شويه ديال حبه حلاوه ونطحنوها مزيان حتى تولي غبره ونغربلوها ونعبروا منها مقدار معلقه كبيره ونحطوها على جنب. ناخذ كاس ديال اللوز اللي هو تقريبا 100 غرام ونطيبوه 4 دقائق نص طيبه على 180 درجه. من بعد كنطحنوه حتى كيولي بودره وكنغربلوه. تذكروا بان الشباكيه السبب اللي كيخليها تقطع هو ان المكونات ما تكونوش مطحونين ومغربلين مزيان. ناخذ 2 كيسان ديال الزنجلان تقريبا 200 غرام ونحمروهم 12 دقيقه على 180 درجه. من بعد كنطحنوه هو مازال دافي حتى كيولي عجينه. ناخذ شويه ديال المسكه الحره ونزيدوا عليها شويه تاع سنيده وغادي نسدوا عليها وغادي نوركوا عليها بالدلاك حتى تولي غبره. ناخذ شويه ديال الزعفران شعره ونديروه يطلق في كاس مزهر. دابا غادي نعبر لكم السوائل اللي غادي نستعمل. غادي ندير 2 كيسان ديال المزهر اللي كنت درت فيهم الزعفران وغادي نزيد عليهم نص كاس ديال الخل العادي، كيعطي في المجموع تقريبا 42 سنتيلتر. دابا غادي نجمع المكونات. غادي نغربلو كيلو تاع الدقيق ديال الحلوه، غادي نزيدو عليه اللوز اللي طحنا، الزنجلان، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، 2 المعالق كبار ديال النافع مطحون، نص معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال المسكه الحره، معلقه كبيره ديال القرفه. هذه الزبده والزيت اللي غادي نستعمل. عندي في الكاس الاول 130 غرام ديال الزبده مذوبه اللي هي ربعه صغيره، كنزيدوا عليها تقريبا شي معلقه صغيره ديال الزبده، كتعطينا كاس لاروب وافي. وكنديروا معها كاس لاروب وافي ديال الزيت تقريبا 14 سنتيلتر. دابا غادي نخلطوا هادشي مزيان حتى يولي لنا مرمل. باش كنعرفوا باللي الدسم هو هذاك كنشدو شي شويه بيدينا بحال هكا، وفاش كنحلو خاصها تبقى مجموعه بحال حلوه البهله. دابا منين خلطنا جميع المقادير ولاو منسجمين، غادي ناخذ داك المزهر اللي خلطناه مع الخل وغادي نجمعوا به العجينه. العجينه ما خاصهاش تكون جاريه وما خاصهاش تكون قاصحه بزاف. دابا غادي نقسمها على 2 وكل كره غادي نعركها تقريبا شي دقيقه بحال هكاك حتى يبان ليا بلي العجينه ولات منسجمه تماما. وهاد الكميه هي اللي شاط ليا من المزهر اللي استعملت. وكيف ما كنت قلت لكم ما خاصهاش تكون جاريه وما خاصهاش تكون قاصحه بزاف حيت مازال غادي نحطوها ترتاح وغادي تسلق. وها هو الشكل ديالها، راه ما كتكونش دايره بحال العجينه ديال الخبز، كتكون كتقطع.
نديرها دابا كويرات ونحطوها في بلاستيكه ترتاح تقريبا نص ساعه عاد نبداو نخدموا بها. من بعد غادي نجبدو غير بكره بكره ونبسطوها مزيان بالدلك حتى ترقق. خاصها تكون رقيقه بهذا القياس هذا، واللي عنده الماكينه يدوزها في رقم 3. انا كنستعمل هذا الجرار هذا حيت كيخليني نربح الوقت بزاف وكيجيب لي الشباكيه صغيره كيف ما بغيتها، وراه متوفر حتى الحجم الكبير ديالو في السوق. دائما هادشي اللي كيشات لكم في الجناب ديال الشباكيه غتجمعوه وتردوه للميكا تتساليو العجينه ورجعوا ليه. ندوزو دابا لطريقه التشباك. في الاول كتشدوا العجينه وكتحلوها، كتهزوا الاولى وتهبطوا الثانيه وتهزوا الثالثه وتهبطوا الرابعه وتهزوا الخامسه. غيوليو عندكم 3 الفوق و2 لتحت. هاد الاخرانيه غتلويوها على الصبع، ودوك 2 اللي بقاو غتقلبوهم بالوحده بالوحده فوق منها باش ما تحلش ليا فاش نكون كنقليها وتبقى محافظه على الشكل. هاد الوسط هذا كنورك عليه شويه وكنلحمهم بالثلاثه مع بعضياتهم. كنحطها وكنقاد الجهه اللي بقات وتنورك على الجناب ديالها مزيان باش يتسدوا، وكنحلها شويه باش ما تجيش مسدوده. تاكدوا ديما باللي الجناب ملحومين حيت هذه الطريقه الوحيده باش ما تخسرش لكم الشكل ديالها فاش تكون كتقلى. وانا غادي نعاودها لكم مره اخرى. منين كنساليو التشباك كنبداو نقليوها مباشره، وبالنسبه للناس اللي كيخليوها تبات هذه راه ما خاصهاش تبات. كنكونوا سخنا الزيت من قبل على عافيه متوسطه وكنحطوا فيه الشباكيه على جهه واحده باش كنعرفوا الجهه اللي كتقلى، ومنين كطيب من الجهه الاولى كنقلبوها للجهه الثانيه باش طيب. الطياب ديالها ما خاصهاش تكون محمره بزاف، خاصها تكون ذهبيه تقريبا، حيت الا كانت محمره غادي تولي لكم كحله فاش غطفيوها بالزيت وغتكون محروقه. دابا غادي نهزوها وغادي نطفيوها في العسل اللي غادي نكونوا دفيناه من قبل. كيف ما كنت قلت لكم انا كنقلي بطاوه بطاوه، وفاش كنطفيها في العسل كنخليها تقريبا شي 10 دقائق حتى كتشرب مزيان، عاد كنسخن الزيت وكنعاود نقلي الطاوه الثانيه. من بعد كنحيدوها من العسل وكنخليوها تسقطر وكندردرو على الزنجلان اللي غادي نكونوا حمرناه من قبل. وهذه هي الكميه اللي كنحصلوا عليها، تقريبا نص طل ديال الحلوى. واخا هي كتجي هشيشه وكتذوب في الفم ممكن انكم تخافوا حيت ما فيهاش الخميره، لذلك ممكن تزيدوا معلقه صغيره ديال الخميره في الاول مع الدقيق وتتبعوا نفس المراحل، حيت هذه نيت وصفه الشباكيه مختلفين غير في الخميره. نتمنى ان هذه الوصفه تكون عجبتكم وتكونوا لقيتوا فيها افاده، وبصحه والراحه. في المقادير غادي نحتاجو 2 كيسان عنبه ديال الزنجلان تقريبا 200 غرام، كيلو ديال الدقيق ديال الحلوى، كاس عنبه ديال اللوز اللي هو 100 غرام، شويه المسكه الحره، شويه الزعفران شعره، نص معلقه صغيره ملحه، 2 المعالق كبار ديال النافع مطحون مزيان يكون غبره، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه حتى هي تكون مطحونه مزيان غبره، معلقه كبيره ديال القرفه، 2 الكيسان ديال المزهر، نص كاس ديال الخل العادي، كاس لاروب وافي ديال الزيت، كاس لاروب وافي ديال الزبده مذوبه تقريبا 130 غرام، والزنجلان للتزيين، 2 لتر ديال الزيت للقلي، و2 كيلو العسل.